ركز طاقتك بالأوراق. فكر بشخص كتير منيح، قول اسمه 3 مرات وانقر مرتين على الشاشة. يمكن وانت عم تسمعني هلأ في شخص خطر عبالك فورا. لا تغير الاسم، لأنه هو بالضبط يلي الرسالة عنه. هيدا الشخص قلبه ما فارقك ولا لحظة، كان مفكرك رح تبقى للأبد، بس لما ابتعدت فهم شو يعني الخسارة. اليوم بيشتاق لدفى قلبك، للسلام يلي كنت عم تعطيه. حتى صار يسهر الليل، يقوم بين الساعة 2 والساعة 3 الفجر يشيك على موبايله على أمل يلاقي أي مسج منك أو أثر منك. بقلبه ندم كبير لأنه ما اختارك لما كان عنده الفرصة، ومع الوقت صار أنضج وصار يشوفك الشخص الوحيد يلي عطاه حب حقيقي. هالمرة هو ناوي يوفي بكل وعد كسره، وحتى اسمك صار له معنى خاص بيوقف قلبه لحظة بس يسمعه. أنا شايفة أنه يمكن مو لحالك بهي القصة، في طاقة شخص جديد قريب منك، شخص جاي ومعه حب هادي وأمان، ويمكن يوقف جنبك بهيدي الفترة. يمكن بعد فترة تلاقي حالك محتار بين حب قديم مليان ذكريات وندم، وحب جديد مليان طمأنينية وفرص لبداية صح. الكون عم بيحطك مفترق طرق، بس القرار بإيدك أنت. أنا بدي منك هلأ توقف لحظة وتسأل حالك، وين قلبي بحس بالأمان أكتر، مع الماضي ولا مع المستقبل؟ اسمع إحساسك، لأنه الجواب جواتك مو بالكروت وبالكلام. إذا حسيت كل كلمة من هاي القراءة إلك خبرني بالتعليقات وحط لايك حتى أعرف إني وصلت لك. وإذا حابب تعرف الرسالة الخاصة بطاقتك، رابط الحجز تحت الفيديو، وكل الحب إلك.